عمته زينب وأخواتها للوداع لزمت ركابها سكينة، والله وعمته بحلقة شمه ومن الخيام مذهولة ضلعت تنادي يا جاسم هالوقت ما مقبولة. فبرز إلى الميدان ورجله لخطان ووجهه شقة قمر وبيده السيف وعليه قميص وإزار وفي رجلانه نعلان، فمشى يضرب بسيفه وهو يقول إن تذكروني فأنا نجل الحسن، إن تذكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين الأسير المرتهن، بين أناس لاصقوا صوب المزمن، فقاتل مقاتلة الرجال والأبطال، لكن ما بينه ويقاتل انقطع شسع على اليسرى فوقع ليشده غير مكترث بالقوم من حوله، وبينما هو على هذا شد عليه عمر بن سعد بن نفيل الأزدي لعنه الله، فقال له حميد بن مسلم ما تريد من هذا الغلام؟ يكفيك هؤلاء الذين تراهم احتوشوا. فقال والله لأشدن عليه، وحتى ضربه على رأس القاسم بالسيف ففلقه وقع لوجهه وصاح يا عماه ادركني. أمه واقفة بباب الخيمة تنظر إليه وهي مدهوشة، أويلي 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 الله أويلي صاحب صوت لي أسرع يا عمي، الله يا عمي يا عمي صاحب صوت لي أسرع يا عمي، يا ابويا يا ابويا الله خذبه وجسمي ولا ضل عظم سالم ما تهشم. فأتاه الحسين مسرعا وقتل قاتله ثم وقف عند رأس القتلوك من خصمهم يوم القيامة فيك جدك وأبوك، ثم قال عز والله على عمك أن تدعيه فلا يجيبك أو تجيبه فلا ينفعك، والله كثر واتره وقل ناصره، أويل بك ونادى يا جاسم بك ونادى يا جاسم شبيدي، يا رأت السياف قبلك حز وردي، بعد شكل يا ابني هاني الكوب تخلوني وحدي وعلى خيامي يا عمي الخيل تبتر. بعد الحسين قال له يا عمي ايش قالت ابني الطابور روحه يا جاسم ما تراويني جروحك. يقول حميد بن مسلم اجلس القاسم في حجره وهو مقطع، اللي يوجعك وين اللي يوجعك وين الله اللي يوجعك وين يا بعد علي صواب اللي يوجعك وين ويا ناصري ناصري يا عمي شلون
الحسين وجعله على صدر القاسم، ثم جاء به إلى المخيم، وكان رجل القاسم تخطان في الأرض. لو كان القاسم طويلا إلى هذا الحد حتى كانت هذه المهمة. ثم جاء الحسين منحني الظهر، جاء به إلى المخيم، طرحه إلى جانب جثمان ولده علي الأكبر، ثم جلس بينهما. صار ينحني الكار على ولده وينادي ما ولداه، وتارة أخرى على ابن أخيه ينادي وقاسمه، وهو موت وهو موت بك عيدهم يا ويلي ويا بس ما سمع من النسوان صوت اجتهم ما تصيح الله اكبر. اسمع اما شلون راح اسولف، شلون راح تقول له يما جابك مبارك من 70 يما زفوك زفوك ويدك من شبع يا يما زفوك. يقول اجتمعت النساء على فاقدة ثاكلة، تقول له ولا مال يا يما ردك ما رد الدنيا ولا مال يما ولا مال ولا مال تحضرني لا وترحمني يا يما ولا مال ولا مال يا جاسم خابت ذكوري يا يما ولا مال وعند الضيق. عد بعد يقول له يا لا تنمني يا نمني يا نمني الله يا أمي ساكنة وفاقدة ابني يا نمني الكلفات كلهن والله كلفات الله يما صعبات صعبات الليالي فراقكم يا القلب صعبات يا يما ويا الحابرين هذه الحابرين هذه الحابرين يا يما يا الأولاد يا الأولاد يا الأولاد حشمت في قوايا الأولاد شو تريدين يا ناس من يدفن ومن يدفن